فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا لك الزميل يوسف رزيق. مشاهدينا الكرام أحبائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مباشرة من ملعب الشهيد حملاوي بعاصمة الشرق الجزائري قسنطينة. قسنطينة التاريخ، قسنطينة الحضارة، تستضيف هذا المساء مباراة ودية بين منتخبنا الوطني الجزائري وضيفه منتخب الرأس الأخضر. حوار كروي ودي استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة، خاصة تصفيات كأس العالم 2026 وكأس إفريقيا مطلع العام المقبل بساحل العاج. المنتخب الجزائري إذن مشاهدينا متابعينا يعود إلى الشهيد حملاوي بعد غياب لسنوات طويلة. ها هو المشهد اليوم يتكرر بعد غياب كما ذكرت لسنوات. المشهد يتكرر مثل ما كان عليه الحال في ملاعب عنابة ووهران ونيلسون مانديلا. جمهور عمورة، سرعة عمورة، مرور والفرصة وأول ركنية في المباراة على حامل الكرة. سنكتشف أمين كويري مهاجم قريب إلى توبا. الآن عمورة، العرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن عيسى ماندي إلى الأمام بحثا عن الجهة إلى الأمام. الكرة الثانية يحصل عليها عمورة في الكرة، يسيطر على خصمه اعتماد توبا، طويلة بحثا عن عمورة ولكن طالت إلى الأمام. كاد أن يخادع مرماه، كادت أن تكون فرصة الهدف الأول للمنتخب. ما تزال الفرصة. هذا محرز عمورة الهدف الأول في الدقيقة 12 يعلنها السريع محمد الأمين عمورة، هدف أول في المباراة. فرحة جماهيرية كبيرة طبعا. خطأ لا دوروي إلى فرنانديز أو تافاريز. لتصفيات كأس العالم نريد أن نشاهد منتخب الجزائر لم يتأهل إلى كأس إفريقيا. هجمة من الطرف الأيمن، حذاري من الكرة داخل المنطقة، حاولت المرور ما ضاعتش الكرة، ما خرجتش، ولكن سام عوار. كرة لساميدو من الجهة اليمنى، هجمة من الجهة اليمنى. توبا منفذة من كاري رودريغاز، طويلة داخل منطقة الجزاء. محرز عمورة وكويري، ضاعت على أمين كويري فرصة الهدف الثاني. لاحظنا التبادل الكروي 1-2 بين عمورة كويري بشكل ممتاز، بحثا عن رياض محرز. الآن رياض على من تسديدة قوية. رياض بحث عن الزاوية البعيدة ولكن التمريرة كانت ممتازة من محمد الأمين عمورة على المقاس. ساميدو من الجهة اليمنى، ساميدو كرة داخل منطقة الجزاء، حداري عمورة ممتاز الاستقبال. عمورة بالقدم، إسلام سليماني، الكرة والخطورة مستمرة. عوار الهدف له. يا سلام على هذه الكرة من أمين كويري، كاد أن يسجل الهدف الثاني. اعتقدت فيه رأية. هجمة من الجهة اليسرى منذ كأس إفريقيا. محرز ثم أمين كويري، ممتاز أمين في الاحتفاظ بالكرة. مرور يتقدم، حذاري من المرور. جاميرو وطاريز من الجهة اليسرى. يحاول المنتخب الرأس أنغولا في 15 من نوفمبر ضمن مباراة. عيسى ماندي، كرة طويلة للأمام من الجهة اليمنى. هذه الكرة على الترويض ولكن ضاعت على رياض محرز. الحكم المساعد يقول بأن الكرة تجاوزت. الآن حسام عوار. يا له من هدف ثاني رائع من حسام عوار الذي يسجل أول هدفه مع المنتخب. يا سلام على الهدف ويا سلام على التمريرة ويا لروعة التمريرة والهدف بذكاء كبير. عوار هنا التمريرة خلف المدافعين. عوار بذكاء يرفع الكرة لوب على الحارس برونو فارين. حسام أو إلى
رياض محرز البحث عن رأسية الثالث للمنتخب. وسام عوار يدع من الجهة اليسرى، البحث عن عرضية في القائمة الثانية إسلام، والعوار بحثا عن إسلام على رأس إسلام. الثالث والرابع ما تزال الخطورة. يقول الحكم مخالفة لروبرتو لوبيز على المنتخب الجزائري، كان قريبا من الرابع على استثناء له من مرور البعض. الثالث يضيع على البداية القوية رفقة حسام. فرصة سريعة من عمورة، سريعة ضاعت على إسلام سليماني، فقد التوازن وبالقدم اليسرى يضيع فرصة الهدف الرابع. انطلاقة كانت رائعة من محمد الأمين عمور، بينما هذه فرصة تصويبة. هدف أول، تصويبة بالقدم اليسرى وهدف أول للمنتخب الراس الأخضر بالقدم اليسرى. سجل اللاعب كوريا لاعب نادي رايو فايكانو الإسباني. الكنترول من بين المميزات التي أو رياض محرز، كرة داخل منطقة الجزاء، أمين كويري بحثا عن رياض ربما الهدف الرابع. راميز الهدف الرابع للمنتخب الجزائري، الثاني لراميز زروقي مع المنتخب الجزائري في 26 مباراة مع الخضر. راميز زروقي بطريقة ممتازة، تمرير لفارس الشعيبي، هذه فرصة للمنتخب الجزائري الإسلام. ولكن تراخت فرانكفورت الألماني في القائمة الثانية. عصام عندي الكرة أرهق كثيرا المدافع فورتادو من الجهة الفردي والجماعي، بينما هنا أمين كويري داخل منطقة الجزاء وفاريلا يتقدم إسلام. والهدف الخامس للمنتخب الجزائري إسلام.